السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. معانا النهاردة وصفة اسمها بطاطس بوريه باللحم المفروم. النهاردة هنقدمها لحضراتكم. لكل اللي ما يعرفش، يعني مدرسة تيوب بتقدم ايه. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، كما تقدم كل ما يهم الأسرة والطفل، كما تقدم كل ما يهم ناشري الفيديوهات على اليوتيوب. اول حاجه هنحتاج حوالي 4 ل5 بطاطسات مسلوقه زي ما انتم شايفين كده، او ان احنا هي البطاطسايه كامله وغسلينها وسلقينها في ميه لو احنا عندنا وقت. لو ما عندناش وقت بنقشر البطاطس بتاعتنا، بنقطعها ترانشات وبنسلقها في ميه. الترانشات دي ما بتاخدش حوالي من 10 دقايق لربع ساعه. بعد ما سلقت البطاطس بتاعتي جبت حطيت عليها معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه ونص صغيره من الملح، معلقه صغيره من البصل البودر، معلقه صغيره من الثوم البودر، حوالي 3/4 كوبايه من البقسماط، بيضه نيه طبعا. بجيب الهراسه بتاعتي اللي حضرتك شايفينها دي، او لو انا ما عنديش الهراسه بجيب كوبايه، وبستخدم القاع بتاع الكوبايه ان انا اهرس البطاطس بتاعتي، او شوكه او ايا كان. وابتدي اهرس المكونات دي كلها وادخلها في بعضها. طبعا لو كانت البطاطس بتاعتي كل ما كانت سخنه كل ما كانت اسهل كتير في ان انا اهرسها وادخل المكونات كلها ببعضها. كل ما حرارتها بتنخفض وتبرد كل ما بيكون هرسها بيكون اصعب. طبعا مش مستحيل ولكن بيكون اصعب. طبعا يا جماعه ما ينفعش البطاطس تتضرب في الكبه خالص، لان البطاطس لما بتتضرب في الكبه يعني فيها ماده اثناء من نتيجه عمليه الضرب المستمر. الماده دي بتظهر اثناء عمليه الضرب، دي بتخلي البطاطس تمط ما تتماسكش ابدا. وكل ما ضربناها اكتر بالكبه كل ما عمليه المطه اللي هي بتبقى موجوده فيها بتزيد، ونتيجه الضرب بالكبه الشديد. فالبطاطس ما ينفعش تتضرب في الكبه، احنا بنهرسها بالهراسه او بنهرسها بقاع كوبايه عندنا، او بالشوكه. المهم احنا يعني نتجنب في البطاطس خالص استخدام الكبه. بعد كده، بعد ما هرستها وادي كل المكونات بعد ما دخلت في بعضها زي ما حضراتكم شايفين، هنشوف بقى هنعمل بيها ايه. الوصفه دي وصفه تعتبر وصفه متكامله، لان احنا جمعنا فيها ما بين النشويات وما بين يعني اللحوم او البروتينات، وما بين ان هي برضو البطاطس داخل فيها الياف. طيب دلوقتي انا خلطت المكونات كلها مع بعضها. هعمل ايه؟ بجيب الصينيه زي ما حضراتكم شايفينها، وبحط عليها معلقتين من السمنه اللي احنا كنا عملناها مع بعض قبل كده. قدمنا فيديو قبل كده مميز جدا والحمد لله عامل مشاهدات معدي تقريبا ال 75 الف مشاهده لطريقه عمل السمنه في البيت من القشطه. وهتلاقوا حضراتكم الفيديو ده هيظهر لكم اثناء عرض الفيديو اللي حضراتكم بتشوفوه دلوقتي كفيديو مقترح. اللي حابب يعرف ازاي عملنا السمنه بتاعتنا من الالف للياء يتفرج على الفيديو. وابتدي ان انا ادهن بالفرشه. احنا برضو الوصفه دي دايت، نبتدي ان احنا ندهن بالفرشه كويس جدا الصينيه بتاعتي وكمان الجدران بتاعه الصينيه بتاعتي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ ببتدي ان انا ارش حوالي معلقتين لثلاثه من البقسماط على السمنه اللي انا دهنتها في الصينيه. والطريقه دي يا جماعه بعملها ليه؟ الطريقه دي بتضمن لي ان انا بحافظ على الصينيه بتاعتي من ان الاكل يلزق فيها. يعني الطريقه دي تعتبر طريقه هايله جدا لو حضرتك او حضرتك بتعملي اي حاجه في الصينيه وعارفه مسبقا مثلا اي صينيه مثلا عجه ايا كان، وعارفه حضرتك ان هو هيلزق في الصينيه وهيعمل مشاكل. فافضل طريقه ان احنا ندهن الصينيه بتاعتنا بالماده الدهنيه، ويفضل تكون سمنه او زبده، وبعدين نرش حوالي معلقتين لثلاثه من معلقه كبيره. احنا بنستخدم هنا معلقه كبيره في البقسماط، معلقتين لثلاثه من البقسماط، وبنحطهم على الصينيه، وبنبتدي ان احنا نحرك الصينيه في كل الاتجاهات بحيث ان الذرات بتاعه البقسماط تلزق في السمنه اللي احنا دهنينها وتغلف الصينيه بالكامل زي ما حضراتكم شايفين كده. انا مجرد ان انا قعدت احرك الصينيه بتاعتي يمين وشمال وفوق وتحت وعلى الجوانب علشان انا برضو عايزه اغلف الجوانب، وكانت النتيجه ان البقسماط بالكامل لزق على الاطراف بتاعه الصينيه وعلى الصينيه بالكامل وبطنتها تبطين جيد. وده بيضمن لي ان انا اي حاجه هحطها ان شاء الله اثناء عمليه السوى مش هتلزق وتسبب لي مشاكل ما بعد يعني اما اجي اغسل بقى الصينيه. بعد كده بعمل ايه؟ بجيب البطاطس المهروسه بتاعتي اللي انا خلطتها بكل المكونات السابقه،
وببتدي ان انا اجيب طبق فيه ميه واحط ايدي في طبق اللي فيه ميه دهوت، وابتدي ان انا اساوي البطاطس بتاعتنا في الصينيه. وليه بس بحط ايدي كل مره في ميه؟ لان علشان ايدي يعني البطاطس ما تلزقش في ايدي وتتفرد معايا بسهوله ويسر. فاستخدام ان انا احط ايدي في الميه وابتدي ان انا اساوي البطاطس في الصينيه، ده بيخلي الموضوع اسهل كتير عن ان انا افردها بدون استخدام ما احط ايدي في الميه. وده منظرها بعد ما اتفردت تماما ووزعناها في الصينيه كلها. بعد كده هنجيب اللحمه المفرومه بتاعتنا دي. يا جماعه اللحمه معصجه عادي، لو اي حد مبتدئ في الطبخ مش عارف ازاي اللحمه بتتعصج، بنجيب، لو انا عندي نص كيلو من اللحمه بجيب الاول بجيب بصلتين وببشرهم ناعم او بضربهم في الكبه ناعم، وابتدي ان انا انزلهم على ماده دهنيه، سمنه او زبده او زيت، وابتدي ان انا اخليها تتحمر نص تحميره، تبتدي لونها تدخل كده في بدايات الذهبي، وبعدين انزل عليها باللحمه واقلب كويس وابتدي ان انا اقلب عشان اللحمه بتاعتي تستوى مع البصل. وفي الاخر خالص لما اللحمه خلاص قربت على السوا، ابتدي انزل البهارات، ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل. بس القرفه والجنزبيل بتكون حاجات بسيطه، يعني نص معلقه من القرفه ونص معلقه من الجنزبيل، والملح والفلفل على على حسب الرغبه. ودي طريقه العصاج للي ناس مبتدئه، للي جاي يعني معانا في الفيديوهات ولسه مبتدئ بيتعلم الطبخ ومش عارف اللحمه بتتعصج ازاي. بنفرد العصاج على وش الصينيه وبندخلها الفرن الاول من اسفل الفرن لمده حوالي ربع ساعه. بنعرف منين ان هي خلاص جاهزه ان هي تتنقل تحت شوايه؟ لما نلاقي اطراف الصينيه بتاعتنا بدات ان هي يكون ليها لون ذهبي. يعني لما نبص كده على الصينيه ونلاقي اطراف الصينيه بدات كده ان هي تاخد لون ذهبي ويبقى هو حاجه رفيعه جدا، بنبتدي ان احنا خلاص عرفنا ان هي اتجمدت من تحت وعايز تتحط بقى من فوق، وبحطها تحت الشوايه لمده 5 دقائق او اقل، وبتكون دي الشكل النهائي بتاعها. ملاحظين الاطراف بتاعتي اهي اللي انا بقول لكم عليها اللون الذهبي اللي بيبتدي يظهر على اطراف الصينيه، وبتبتدي كمان البطاطس يعني تتزحزح كده عن الصينيه. يبقى كده تمام، البطاطس استوت. بسيبها تهدى خالص قدام يعني قدام مروحه او قدام شباك او ايا كان، بحيث ان انا هي لازم تبرد او مش تبرد، يعني تفضل دافيه ما تبقاش سخنه جدا اول ما اطلعها مقطعاها. وده عشان اضمن ان هي تتقطع تطلع قطع ما تفرفتش مني نتيجه السخونيه الجامده جدا ان هي بتحتفظ بالسخونيه. فانا بسيبها تهدى حوالي ربع ساعه، وبعدين ابتدي ان انا اقطعها مربعات او مثلثات او زي ما انا عاوزه، واقدمها مع مكرونه او مع اي صنف جانبي او مع اي صنف تاني انا او مع العيش. ووجبه سهله وسريعه واقتصاديه وكمان دايت. لو عجبتكم الحلقه نعملوا لنا لايك للحلقه وسبسكرايب للقناه وشيرنج ليها حتى تعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.